السلام البنات، كي بقيتو لاباس عليكم بخير؟ شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى يا ربي ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. غادي نوجد معكم واحد فلان اللي كيجي غزال للبنات فن. المقادير اللي هي جد بسيطه ونكتفيو غير بديك الشيء اللي عندنا في المطبخ ديالنا. اول حاجه المقادير اللي غادي نحتاج هنايا، عندي شويه ديال الزبيب، شويه ديال التمر اللي قطعته صغير، وعندي هنايا اللوز اللي مهرمش يعني ماشي مطحون، وعندي هنايا اللان وفلان هذا ديال فانيلا، هذا ديال جوج، كاينه ديال واحد، حيتاش هنا غادي نعمل يطرو ديال الحليب غادي نعمل هنايا جوج. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه نعمل نصف لتر ديال الحليب هو الاول، وغادي نخلط فيه هاد الساشيه ديال الفلان. هاد الفلان هذا ما كنحتاجوش نعملو السكر، كيجي حلو، وبالاخص انا ضفت فيه الفواكه الجافه، راه كلشي كيجي حلو. واللي عزيز عليه الحلاوه ممكن انه يضيف السكر، يعني هذاك الشيء كيبقى الرغبه ديال كل واحد. صافي هنايا غادي نخلط هاد فلان مزيان، عاد غادي نولي نضيف عليه نصف لتر ديال الحليب اخر حيت غنعمل يترو. صدقوني البنات هاد الفلان كيجي غزال وصحي كما كتشوفوا معايا، يعني المكونات اللي كاينين. مع ان شهر رمضان راه قرب، الله يدخلوا علينا يا ربي بالصحه والعافيه وطول العمر يا ربي، والله يعمل زعما شي تعويض الخير ويبدل علينا ربي شي ساعه اخرى احسن من هذه. نوجدوه علاش لا؟ حيتاش كيعطينا الحمد لله كل طاقه وصحي كما قلت لكم، فيه مكونات اللي هما صحيين. صافي هنايا من بعد ما ضفت نصف لتر ديال الحليب غادي نخلط شي شويه، يعني حتى يذوبوا ديك الحبيبات ديال السكر اللي كيبقاو، وصافي وغادي نشعل عليه البوطه ونخليه حتى كيقرب يغلى ونكمل معكم. هنايا من بعد ما قرب يغلى الحليب غادي نضيف جوج معالق، معلقه كبيره ديال اللان. من بعد ما حمرته شي شويه، يعني باش كيسهل عليا الطحين ديالو حيت طحنته في الدار. اما الا طحنتوه يعني عند مول العطريه لا كطحنوا كلشي في دقه الصراحه. عند مول العطريه احسن. طحنته هكا في الدار ودوزته في هكا في شويه في الغربال باش داكشي اللي كيكون مازال ما مطحونش كيجي شي شويه قاصح كنحيدو. صراحه الا كيجي زوين كما عملنا له، كيجي زوين سواء صوبه سواء اي حاجه طيبناه مع الحليب مع اي حاجه كيجي غزال وصحي لوليداتنا، حيت الا ما دخلناه في شي حاجه راه ما غاديش ياكلوه بوحديته، لا هو لا زريعات الكتان لا اي حاجه. وانا كنخلطو لهم دائما مع العصير. كما كتشوفوا معايا خليته واحد المده شتو حتى الحليب راه ود يعني نقص. دابا غادي نضيف اللوز. بالنسبه للوز البنات كيبقى اختياري ديال اختيار كل واحد، الا كان متوفر ما كانش ماشي ضروري، ولكن صراحه كيعطي واحد المذاق زوين، واللوز حتى هو راه مزيان. تقريبا انا كما كتشوفوا معايا هنا ضفت زلافه، خليت منها شويه، وممكن حتى تطفيو وعاد خلطوه بحال بحال. وبالنسبه للإلان ملي كنضيفوه كيبقى هكا شي شويه من ديك حبيبات هكا طالعين الفوق. كنبقاو عليهم شويه شويه هكا بمعلقه وكنبقاو نحركو حتى ما كيبقى تبان حتى شي حاجه. صافي هو فلان واجد. غادي نخليه شي شويه يعني شويه يبرد، ماشي بزاف، شي شويه يبرد. هنايا عندي التمر وعندي الزبيب، هما اللي عملتهم، هما الاولين في هذا المول هذا اللي غادي نعمل فيه. والبنان والتفاح ما قطعتوش قبيلتي، عاد قطعته دابا باش ما كيكحالش. يعني هي هذيك بحرا كنوجد هادشي كيكون فلان برد شي شويه، ماشي غيبرد بزاف ولكن غيدفى شويه عاوتاني باش ما يجمد ليناش في كاسرونه. وإلا بغيتو تضيفوا معاه مايزينا ممكن انكم تضيفوها باش كيجي يعني شاد في راسو. انا ما ضفتهاش هنايا وانتم غادي تشوفوا معايا في النهايه، واخا ما كيجيش شاد راسو يعني بزاف، ولكن كيجي اهم حاجه هو البنه كيجي غزال. صافي غادي نعمل واحد نص تفاحه
انا ما بغيتش نعمرو بزاف يعني عملت الفواكه جافه، ما بغيتش نكتر بزاف لان اصلا العيال ما كيعجبهمش البنان، ما كياكلوه ليشي. وعملت غير شويه شويه. ممكن تعملوه غير بالديسير بوحديتو، يعني بالديسير بنان تفاح فريز اي حاجه متوفره عندنا نعملوه بدون فواكه جافه. اي حاجه عندنا في المطبخ ديالنا ممكن اننا نعمرو بها. وصافي دابا غادي نعمل فلان هنايا البنات مشالي واحد المقطع يعني التمسح، ومقطع اللي كان فيه باش كبيتو يعني فلان في المول، وعملت له واحد السلوفان بعد ما برد بطبيعه الحال، عملت له السلوفان وعملته في النبيره، ويعني حتى الليل حتى برد مزيان عاد خرجته من النبيره كيجي على هذا الشكل هذا. وكاضافات ضفت هنايا دانون كراميل، ممكن تعملوا شوكولات ممكن تخليوه هكاك يعني بلا اضافات بلا حتى شي حاجه. وصافي هذا هو فلان ديالنا كما قلت لكم بلا مايزينا بلا حتى شي حاجه، كيجي ها هو راه شاد راسو. وغادي نضيف عليه هنا الفواكه الجافه يعني التمر، اللوز، شويه د الشريحه، شويه د البنان، شويه ديال التفاح، اولا ممكن نخليوها غير هكا بوحديتو. هادو كاضافات. خوتي وصلت النهايه ديال لا فيديو، وفلان ديالنا جا على هذا الشكل هذا، كيجي غزال، واحد المذاق، واحد سنقول لكم روعه، اكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. ما بقى ليا غنقول لكم شكرا لكم، وغنخليكم ان شاء الله الى فيديو قادم. كنشكركم بزاف، وكنستنى منكم التعاليق ديالكم زويونين اللي كتخليو ليا. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.